السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة. النهاردة راح نملحه خيار او نخللوه بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة ويا رب تعجبكم. طبعا انا نزلت السوق يا جماعة، لقيت الخيار الكبير والسوق مليان بجد من الخيار الكبير ده. في ناس كتير بتحب الخيار الصغير بتملحه وتاكله، بس الخيار الكبير ده جميل جدا في التمليح لو جربتيه. وزي ما انتم شايفين معانا طبق خيار كده كبير، كنت غسلاه حلو ما شاء الله. انا جايبه كميه جميله جدا، راح املح منيها ما شاء الله عليها، وطازه كمان واخضر وجميل جدا. ناس كتير بتحب الخيار التمليح كبير او صغير، بس انت جربي الخيار الكبير الجميل ده في التمليح، راح يبقى طعمه جميل جدا ولذيذ. لو اول مره تشوفي قناتي فضلا ليس امرا، حطي لي لايك واشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمو بسم الله وندخل في الفيديو بتاعنا على طول. وطبعا احنا غاسلين الخيار بتاعنا حلو زي ما انتوا شايفين، وتجيبي الخيارة تقطعيها قطعتين، تقطعيها ثلاثة، بتبقى حسب طول الخيارة معاكي. الطريقة دي جميلة جدا، من تكبري القطعة بتاعت الخيار عشان يطول معاكي ويقعد معاكي مدة طويلة في الخيار، ممكن يقعد اسبوع، اكتر من اسبوع، ما يتهريش معاكي بسرعة ويستواش بسرعة معاكي، بيبقى مقرمش وجميل. جربي الطريقة الجميلة دي. زي ما انتوا شايفين، بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيكتبوا لي في القناة، بشكرهم جدا، وربنا يوفقنا كلنا يا رب، والقناة تكبر كده، وربنا يرزقنا باللي يدعمنا يا رب، وتعلى قناتنا كلنا يا رب. بحاول على قد ما اقدر ان ما اقصرش مع حد، اللي كل ما افتح اليوتيوب الاقي اي حد ينزل من اخواتي فيديوهات بكتب لها على طول. وقطعنا الخيار بتاعنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بس يمكن اليومين دول مقصرين عشان انتوا عارفين طبعا المدارس والدروس والكلام ده، الواحد ربنا يعلم بيه. ربنا يوفقنا كلنا يا رب وقناتنا تكبر. حضرنا طبق، طبعا انا معايا برطمان الخيار ده يا جماعه، بس ما كفاش كيلو ونص خيار، ده بياخد كيلو وياخد كيلو وربع حاجه زي كده يعني. راح اعمله في علبه وارصه رصه جميله بالطريقه الجميله دي زي ما انتم شايفين. جبت مع العلبه مقفوله حلو، ما تخافيش من الخيار. والرص الخيار بتاعنا رصه جميله زي ما انتم شايفين. ونحضره للمحلول بتاعه، لو حابه تحطي فيه قرن فلفله حطي، بيبقى طعمه جميل جدا. طريقة تمليح الخيار سهلة جدا وجميلة، وحاجة مضمونة وعاملينها بأيدينا. وزي ما انتوا شايفين قطعوا فيه قرن فلفلة كده، من الفلفلة الحراء البرادة حسب ما انت حابة تحطي. ما شاء الله بيبقى طعمه جميل جدا ولذيذ. أحضر المحلول بتاعه زي 3 كوبايات من المية، وأحط لهم زي 4 معالق من الملح حسب الكمية اللي تعمليها. بس عشان أنا عاملة كيلو ونص خيار ما شاء الله، أحط 4 معالق من الملح. الطريقة الجميلة دي يا جماعة، طبعا ما نحطش ليه خل ولا ليمون ولا أي حاجة، طريقة المحلات دي، وراح تعجبك بإذن الله لو جربتيها. زي ما انتوا شايفين الطريقة جميلة جدا جدا. ياخد معاكي يومين، يومين ياخد معاك، عشان الأيام ديت الدنيا حر، وتاكليه بألف هنا وشفا على اللي بياكل منه. جميل جدا يا جماعة وسط العشاء الغدا، لو كنت عاملة تفليتة يعني ما شاء الله. والخيار متوفر كتير في السوق وما شاء الله مالي السوق بجد، حاجة جميلة جدا. ورخيص جدا الخيار الكبير أو الصغير، وحسب النوع اللي انت حابة تجيبي صغير تجيبي كبير. بس أنا حبيت إن أنا أفكرك بتمليح الخيار للبنات المبتدئين. وخلصنا احنا على كده، أجيب الغطا وأغطيه. أهم حاجة تغطيه حلو عشان ما فيش أي هوا يدخل جواه. طبعا العلبة دي يا جماعة لها شنكل كده من على الجنب، مش محتاجة إن أنا أحط لها كيس ولا أي حاجة. علبة جميلة جدا، مش بيدخل فيها أي هوا. وتسيبيه لمدة يومين على الرخامة وتاكلي منه بألف هنا وشفا. جميل جدا يا جماعة. يا رب يكون عجبتكم وصفتنا، عجبتكم طريقة تمليح الخيار، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.